قصة اليوم عن شاب جميل يدعى فارس. كان يعيش فارسا في قرية جميلة. كان فارس يحب مساعدة الناس، وكان دائم البحث عن طرق لتحسين مجتمعه. في يوم من الأيام قرر فارس أن يقيم معرضا في القرية لتعليم الأطفال والكبار عن أركان الإسلام الخمسة، وهي أساس الإسلام، حيث كانت البداية بالركن الأول وهي الشهادتين، وهي أول خطوة في الدخول إلى الإسلام. الأول هو الشهادتان. أقام فارس جناحا للشهادتين، حيث علم الزوار كيفية نطقهما بإخلاص: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وشرح لهم أن الشهادتين هما أساس الإيمان والدخول في الإسلام، فمن غير الشهادتين لن تكون مسلم، والشهادتين هما الاعتراف بوحدانية الله سبحانه وتعالى، والاعتراف بالرسول الكريم سيدنا محمد كآخر الأنبياء. حيث سأل أحد الأطفال: وما هو الركن الثاني يا فارس؟ الركن الثاني في الإسلام هو الصلاة، حيث أن الصلاة هي اللقاء بين العبد وربه، يظهر العبد فيها شكره لله على جميع النعم، ويسأل الله عن كل ما يتمناه. وأكمل فارس أن المسلم يصلي 5 صلوات في اليوم الواحد، حيث تبدأ الصلاة الأولى وهي صلاة الفجر بعد منتصف الليل، ثم صلاة الظهر، ثم الصلاة الثالثة وهي صلاة العصر، ثم الصلاة الرابعة وهي صلاة المغرب التي تكون وقت غروب الشمس، والصلاة الخامسة هي صلاة العشاء. علم فارس الزوار كيفية أداء الصلاة ال5 المفروضة يوميا، وأوضح أهمية الصلاة في التقرب من الله والحفاظ على الروحانية والانضباط. قال فارس: الركن الثالث الزكاة. جمع فارس التبرعات للفقراء والمحتاجين، وشرح للزوار كيف أن الزكاة تطهر النفس وتزيد في الرزق وتقرب العبد من ربه، وهي واجبة على كل مسلم قادر، وهي تضمن التكافل بين المسلمين جميعا، وتحث على التعاون والشعور بالفقراء، وأن الزكاة هي ركن مهم في أركان الإسلام،